لو عندك زي دي اوعي ترميها، بجد كنز في البيت، عمرك ما كنت هتتخيلي ان يطلع منها كل ده. بجد فكرة حلوة جدا وسهلة، هتساعدك وهتوفر عليك الغاز كمان. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي حط اللايك الجميل والاشتراك وشجعيني عشان يوصلك اي فيديو جديد انزله. اول فكرة معايا، لو عندك ازازة الزيت خلصت وانت رميتيها في الزبالة بالشكل ده، بلاش ترميها بالشكل ده في الزبالة. يا ريت تمسكي المقص وتقصيها زي ما انت هتشوفيها دلوقتي، لان الناس بيستغلوها وبياخدوها يملوها زيت الله اعلم بيه. زي الناس اللي بتقعد تنادي يعني الزيت للبيع والكلام ده، احنا مش عارفين الزيت ده مصدره ايه، وبيبتدوا ان هم يملوها تاني ويبيعوها. فبلاش ترميها كده في الزبالة، ويا ريت تقصيها او مثلا ممكن تحرقيها على النار، اي حاجة. المهم ان انتي توقفي العملية دي وتقطعيها نصين او اي حاجة. المهم ان انتي ما تخليهاش ازازة على بعضها في الزبالة وانتي رميها. بكده انتي هتكوني حافظتي على نفسك وحافظتي على غيرك، بان هي مش بتتملي تاني بالزيت الله اعلم بيه اللي هو الزيت الرخيص ده. الفكرة اللي بعد كده، المرقة بتاعتنا لو انت عايزة تاخدي منها حتة او عايزة تحوليها لمرقة فورية، اللي هي بتكون يعني عبارة عن بودرة. هتجيبي المقص وهتجيبي الحتة اللي هي المشرشرة دي، وهتبدأي ان انت تهريها كده بالشكل ده وهي من بره مقفولة. شايفة؟ بصي كلها خلاص بقت اتهرت جوه، ما بقاش فيها حتة، يعني ان هي مربعة زي ما انت اشتريتيها او متكتلة. وكمان الفكرة دي بتكون احسن من انك تكون تحطيها كده يعني في الاكل، عشان خاطر بتدنها حتة على بعضها. لازم تفتفتيها كده قبل ما تحطيها في الاكل. يعني احنا عملناها فرق مرقة فورية بحاجة بسيطة بالمقص، اللي هي الحتة المشرشرة بتاعة المقص دي. بعد كده هقصها عشان اوريها لك اهو، هفضيها لك في الطبق. انا جبت في الطبق عشان اوريك ان هي اتحولت لمرقة فورية في ثواني، بين انك تعمليها بالحتة المشرشرة بتاعة المقص. اهو شايفة شكلها؟ انا فضيتها لك في الطبق عشان اوريها لك ان هي بقت متفتفتة خالص، وما بقتش حتة على بعضها مربعة، بقت اهو زي ما انت شايفة كده بقت متفتفتة خالص. الفكرة بقى الاساسية بتاعة الفيديو، لو عندك المصفى دي فانت عندك كنز في البيت. وفرت على نفسك الغاز ووفرت على نفسك حاجات كتيرة قوي بسبب المصفى دي. المصفى دي لو عندك بالشكل ده، لو اتقطعت منك طبعا مش هينفع تستخدم تاني، لان هي هتكون مصدية وخلاص، مبقتش صالحة للاستخدام، يعني خلاص هي عايزة تترمي. فاحنا هنستغلها في حاجة تانية، لان احنا ما بنرميش حاجة خالص طبعا. فانتي هتجيبيها وبعد كده هتحطي عليها قطع الفحم. قطع الفحم بدل ما تحطيها على عين البوتاجاز هتحطيها في المصفى بالشكل ده، وبعد كده هتحطيها على عين البوتاجاز. بجد وهتوفر معاكي غاز بشكل يعني رهيب، وان هي النار هتوصل لكل الفحمية، بدل ما انتي واقفة عمالة تقلبيها بالماسك، وان حتة يعني حتة ولعت وحتة لأ. بالشكل ده لما بتكون في المصفى، يعني الولعة هتوصل لها في كل مكان، وهتخليها تولع بكل سهولة وأسرع كمان، وهتوفر لك في الغاز. بجد فكرة سهلة وبسيطة من انك تحطيها على عين البوتاجاز، وعملناها بالمصفى دي بدل ما نرميها. بعد كده لو عندك اكياس البيكنج باودر، الفانيليا، عندك اكياس خميره مفتوحه مثلا، عندك اي حاجه من الاكياس دي متبعتره كده في التلاجة وانت عايزه تلميها في حاجه، فانا هقولك على الحاجه اللي انت هتلميها فيها دي بكل سهوله. لو عندك العلبه دي فهي هتلملك كل الحاجات دي فيها. طبعا العلبه دي ما فيهاش، بس انا ما برميهاش، بحط فيها الحاجه بتاعه اللي هي الكيك دي، الفانيليا، بيكنج باودر، بحط جواها الخميره. انت طبعا خلصتي اللي جوه العلبة دي كانت بتاعت ايس كريم بتاعت دريم، وانا حطيت فيها الكياس، يعني وفرت لي كمان مساحة في التلاجة، وبقت اسهل بكتير، وان اني الاقيهم اسرع، يعني مش ان انا اقعد ادور عليهم في التلاجة هم راحوا فين. الفكرة دي سهلة جدا وبسيطة، وسهلت لي عليا الموضوع ده. لو لسه معايا مكملة الفيديو لغاية هنا، ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يترفع، وشجعيني وقولي رأيك في الفيديو عن الافكار اللي انت لسه شايفاها. بجد فكرة حلوة جدا. الفكرة بقى اللي بعد كده،
لو انت ما عندكيش صابون او الصابون بتاعك خلص ومش عارفة تعملي ايه ومحتاجة صابون دلوقتي، فانا هقولك على فكرة سريعة برضو هتسهل عليك الموضوع وهتحليها في ثواني. العلبة اهي فاضية عندي وما فيهاش اي صابون. طب انا عايزة املاها ومحتاجة صابون دلوقتي. هتجيبي الشاور بتاع الحموم اللي هو الشاور جيل بتاعنا اهو. هتاخدي منه بس زي غطا كده، زي ما هتشوفي دلوقتي انا خدت منه غطا. هو طبعا تقيل شوية. انت طبعا لو عايزة تملي بقى العلبة كلها حطي كذا غطا فيها، يعني حطي مثلا 3 غطيان على الازازة دي. خلاص. وبعد كده هجيب الازازة فاضية اهي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط الغطا ده في الازازة. بجد الفكرة دي سهلت لك عليكي موضوع كبير جدا، موضوع الصابونة ده لو ما عندكيش دلوقتي اعملي الفكرة دي بجد سهلة. انا الصابون بتاعي خلص وما عنديش صابونة دلوقتي فروحت عاملة الموضوع ده. هتسهل عليا جدا. بعد كده حطيت شوية من المية عليهم يا دوبك بس يفكوا الشاور جيل، يفكوا الجل بس شوية عشان خاطر ايه يكون سهل معايا يطلع في البخاخة يعني. خلاص مش هحط كتير، انا حطيت حبة صغيرين وبعد كده قلبتهم كويس جدا. هحط بقى الغطا بتاعها. هبدأ اقلب كده شوية اهو. بعد كده هنزل بقى على ايدي زي ما هتشوفي دلوقتي. انا عملت صابون دلوقتي حالا بدون اي تكاليف وبدون اي حاجة. شايفة اهو طالع من تحت اهو. اهو شايفة. بجد سهل جدا وبسيط وحليتي مشكلة في ثواني. شايفة. واتعمل صابون برضو هيراغي وكل حاجة وهيغسل ايدينا اهو. لو عجبتك الافكار بقى وصلت لغاية اخر الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. ويا رب تكون الافكار عجبتكم. شايفة. ورغوته على فكرة جميلة جدا تحت المية. انا حبيت اوريهولك من غير مية خالص، هو اصلا فيه مية